دخلت اديها الحقنة ومش في دماغي، وبشيل البطانية اللي هي متغطية بيها ولقيتها مش لابسة حاجة خالص. يخرب بيتك، ايه ده؟ اتجننت طبعا، والصدمة خلتني اتشليت في مكاني في ساعتها. اهلا بيكم معايا في حكاية وقصة جديدة. صاحب قصة النهاردة بعت لنا وبيقول: انا اسمي حسام، عايش مع ابويا وامي واتنين اخوات بنات. كان نفسي ومنى عيني اخطب البنت الوحيدة اللي حبيتها في حياتي، وكان اسمها نيفين. اول بنت واول قصة حب ليا. لما رحت لابويا علشان اقوله ان انا نفسي ارتبط بالبنت دي، لقيت ابويا معترض اعتراض كبير وبيقولي بلاش البنت دي علشان مش هتريحك. وقتها انا كل اللي جه في بالي ان ابويا رافض علشان البنت دي ابوها على قد حاله، وكنت مستغرب هو ابويا بيعمل كده ليه، واحنا يعني الحمد لله مستورين وعنده محل وعندنا بيت، بس محناش يعني واو. فكنت بتعامل مع ابويا ده ان هو بقى عدو ليا ومش عايزني اخد البنت اللي انا بحبها واللي انا نفسي فيها ومنع عيني ان انا اتجوزها. ساعتها ابويا قال لي البيت بتاع البنت دي مش اللي حاكمه الراجل، علشان كده البنت دي مش هتسعدك ومش هتلاقي راحتك معاها. بس انا طبعا اعترضت، وفضلت متمسك برأيي وبدماغي، وفضلت ازن على ابويا وعلى كل العيلة علشان اخطبها. وفعلا خطبتها رغم أنف الجميع، وكانت قصة حب كبيرة، وكنت حاسس ان انا مقدرش احب غيرها. واتخطبنا فعلا، وابويا ساعتها قال لي ان انا مش هجوزك دلوقتي وانت لسه صغير. كنت لسه يدوبك مخلص دراستي. قلت له ملكش دعوة انت، انا هعتمد على نفسي. ووقتها كنت انا مغرم جدا بلعب القوة، يعني العاب القوة والرياضة والجيم والحاجات دي. فرحت اشتغلت في جيم، وقلت ان انا هعتمد على نفسي وهعمل لنفسي كارير والكلام بتاع الشباب اللي هي عندها حماس ده. وفعلا اشتغلت في الجيم، وكنت الحمد لله شغال كويس جدا. ومع ذلك ابويا تقريبا هو اللي كان قايم بالخطوبة وبالذهب وبكل حاجة. خطبتها، وبعد فترة ابتديت احس فعلا ان هي كل حاجة بيني وبينها بقس امها وبدماغ امها وتفكيرها، كل حاجة مش تبعها تبع امها. ومع ذلك فضلت متمسك بيها، وقلت الكلام ده هيبقى بس واحنا ايه، مخطوبين. لكن بعد الجواز اكيد كل حاجة هتتغير وكل حاجة هتتبدل. واللي حصل وقتها ان ابويا مات، حصل له تعب فجأة ومات. وساعتها كانت صدمة كبيرة ليا. اترميت في حضن خطيبتي وفضلت اعيط واقول لها ان انا زعلان وندمان ان انا زعلت ابويا مني في يوم من الايام. وهي ما تعرفش ان السبب الخلاف الوحيد اللي بيني وبين ابويا كان هي ان ابويا ما كانش قابل خالص فكرة الجواز منها، وانا دماغي كانت يعني في فكر تاني، ومفكر رأي ابويا ده لاسباب تانية غير الاسباب الحقيقية. المهم، بعد ما ابويا ما مات كل الناس فضلت تزن في دماغها: انتي هتتجوزي امتى؟ ازاي ده هيبقى بتاع امه واخواته؟ ده مش هيبقى ليه شخصية وسطيهم؟ ده انتي مش هتعرفي تعيشي معاهم، وكلام كتير قوي من النوع ده. واتفاجئت ان هي جاية بتسألني بطريقة تلميحات: هو فعلا انت ممكن تعمل فيا كده؟ قلت لها ان انا راجل وان انا قد المسؤولية، وان ازاي انتي بتواجهيني اصلا بالكلام ده، وجبت الكلام ده منين؟ قالت لي لا، اصل فلان بيقول وعلان بيقول. وساعتها اتضايقت جدا، وبصراحة افتكرت كلام ابويا، بس حبي ليها كان كبير وما كنتش قادر ان انا استغنى عنها ابدا. علشان كده وقتها، علشان اريح نفسي من مشاكل ووجع الدماغ، قررت ان انا اتجوز. وفي خلال سنة اتجوزتها في وقت كان كل الناس حوالين مني شايفين ان انا بعد ما ابويا ما مات ما فكرتش الا في نفسي وبس. ومع ذلك ما حطيتش اعتبار لاي حد خالص، وقلت لا ده الصح علشان لا تحط ودانها لدي ولا لدي، وحياتنا تمشي كويس. انا هلم الدنيا بعد الجواز. وبعد قصة الحب الكبيرة اتفاجئت ان خطيبتي شخصية تانية خالص، عايزة كل حاجة تبقى باسمها هي، كل حاجة على كيفها هي، بشخصيتها هي. ساعتها افتكرت الكلام اللي كان ابويا بيقولهولي:
وإن أنا كنت بفكر إن هو لأ، هو ما بيعملش كده علشان كده، أكيد علشان خاطر أهلها وعشان خاطر مستواهم وعلشان خاطر ظروفهم غيرنا والكلام ده كله. بس كنت بكابر، مش عايزة أطلقها، مش عايز أعترف إن أنا كنت غلطان لما ما سمعتش كلام أبويا. وفضلت أقاوح وعاند لحد ما ابتدى يبقى بيني وبينها مشاكل كتير قوي. وقتها عدت سنة واتنين وما حصلش حمل، وما فضحتني في كل حتة ان انا ما بخلفش، رغم ان احنا ولا رحنا ولا كشفنا ولا عملنا اي حاجة. كنت هتجنن، كنت هموت ساعتها. انت بأي حق بتتكلمي في حق في موضوع الخلفة ده، وانت اصلا ما تعرفيش العيب من عندي ولا من عند مين، والمشكلة من عند مين فينا. ساعتها قعدت اتكلم معاها، فلقيت الست بتقولي لا، ما انا عارفة عنكم كل حاجة، وعارفة ان انت ما بتسيبهاش ومش راحمها. ارحمها شوية، ما يمكن مش عارفة تحمل منك انت. فبصيت لها باستغراب وقلت لها هي ايه الكلام اللي امك بتقولهولي ده؟ هي ازاي امك اصلا تكلمني في حاجة شبه كده؟ انتي بتكلميها في اسرار بيتنا ليه؟ فساعتها قالت لي ان دي امي وعادي لما اقول لها. لقيت الست بتبجح فيا وبتقولي ما تفتريش على بنتي بصحتك، ده حتى لو حصل حاجة يعني حمل ولا حاجة والله ما هيثبت من اللي انت بتعمله فيها. ساعتها اتضايقت جدا وتعاركت مع امها لأول مرة، وطلعت كلام كتير قوي من اللي جوايا ليها في الوقت ده. ولقيتها بتقلب عليا هي انا الترابيزة، وبتدافع عن امها بكل استماتة، وانا بالنسبة لها ولا شيء ولا اي حاجة. ودي كانت اول خنجر في قلبي من ناحيتها. بعد كده قلت ان انا لازم اروح اكشف ولازم اطمن على نفسي، علشان نفسي يبقى العيب مش مني، علشان ساعتها ارد على امها اللي فضحتني في كل حتة وقالت ان انا ما بخلفش. ورحت فعلا رايح كاشف انا وهي، ومحلل ليها ويشاء السميع العليم ان يطلع فعلا العيب منها هي. ساعتها على قد ما انا كنت زعلان على قد ما انا كنت فرحان. كنت زعلان ان انا كان نفسي اخلف، ودي فعلا كانت امنية حياتي، لان انا نفسي اكون اسرة وعيلة وفرحان قوي. وكمان كلامها عني كان مخليني عايز اثبت ان لا، ان انا كويس، ان انا مفيش حاجة. فعشان كده كنت فرحان وكنت زعلان ان انا كان نفسي اخلف، وبرضه ما كانش لسه يعني قلبي شايل منها ان انا اطلقها او اسيبها او اتخلى عن الحب السنين اللي انا اتحديت الناس كلها علشانه. وفضلت واقف لده ولده ولده علشان اخد البنت دي. ولما اكتشفت كمان ان هي ما بتخلفش، حاولت معاها بكل الطرق ان انا يعني نحاول نشوف حل في الموضوع ده. وكنت بصرف عليها مبالغ وهمية علشان اخليها تخلف واخلي جوازنا يستقر، رغم ان انا في حاجات كتير جدا مضايقاني منها، بس ربنا برضو اراد لي ان انا الزواج ده ما يكملش. ابتدت تتغير معايا في حاجات كتير، اكتب لي الشقة باسمي، ما تكتب لي المحل باسمي، ما تديني اي حاجة باسمي. طب انتي ما بتخلفيش، عايزاني اكتب لك حاجة باسمك ليه؟ يبقى هي حاطة في دماغها ان انا ممكن اسيبها في يوم من الايام، وعايزة تقلبني في اي حاجة، عايزة تاخد مني اي حاجة وخلاص. وساعتها قلت ابويا الله يرحمه كان عنده حق. وبعد ما بقت مكشوفة جدا قدامي خلاص، كل واحد مننا راح لحاله. وساعتها طلقتها وانا مرتاح الضمير، طلقتها بعد ما كرهتها وكرهت عشرتها، وندمت على السنين اللي انا كنت بحبها فيها. قعدت فترة ان انا متعقد من الستات، امي واخواتي يقولولي انت لازم تتجوز وتخلف وتشوف لك حتة عيل. وانا بصراحة كان كل هدفي من الجواز ان انا اخلف، علشان الناس اللي كانت مصدقة كلام مراتي يتأكدوا ان انا مفيش العيب ده، ويعرفوا ان هي كانت ست مش كويسة، وهي اللي كانت بتتبلى عليا وبتقول في حق الكلام اللي ما كانش حقيقي. وبعد كده فعلا اقتنعت بالفكرة دي، وابتديت فعلا ان انا ادور على عروسة بطريقة تقليدية، وقلت لهم ان انا مش عايز بنت لسه صغيرة، ولا عايز واحدة لسه متجوزتش، وفي احتمال ان هي تبقى ما بتخلفش علشان ما يحصلش نفس اللي حصل تاني، ولا الناس تقول ان ده اتجوز لتاني مرة وما خلفش يبقى ايه، يبقى العيب منه. قلت انا عايز واحدة تكون منفصلة ولكن سنها مناسب ليا. وفعلا جه
ناس من ناس يعني وصلوا لأمي إن فلانة الفلانية بنت كويسة وأهلها محترمين ومنفصلة، وكمان ولادها مش معاها، ومعاها ولد وبنت يعني، وسنها لسه صغير، عندها تقريبا 27 سنة، واتجوزت برضو بدري زي حالاتي، وربنا ما أرادش إن هي تكمل حياتها مع جوزها. رحت سائل عليهم ولقيتهم ناس كويسين، خدت رأي الكبير والصغير من عيلتي، ما خلاص أنا يعني اتقرصت بقى من المرة الأولانية، فلقيتهم ناس كويسين وأبوها راجل طيب جدا جدا، بس أمها شايفة نفسها شوية، لكن أبوها هو راجل البيت وهو حاكم البيت. وقعدت معاها فعلا قبل الارتباط، واتكلمت معاها وسألتها عن سبب طلاقها، قالت لي كلمة خلتني أحس فعلا إن البنت دي محترمة ومتربية وكويسة. قالت لي كل شيء بتاع ربنا وده نصيب، وأنا مقدرش أعيب في واحد كلت معاه عيش وملح. تقدر تقول ان احنا ما اتفقناش مع بعض او مرتحناش. قلت بقى ان البنت دي شكلها محترمة وكويسة وارتحت لها فعلا من اول قعدة، وكان اسمها هبة، واتجوزنا طبعا من غير فرح ولا اي حاجة، الا هو كاتب الكتاب، وخدتها اتفسحنا شوية ورحنا سهرنا في مكان، وروحنا على بيتنا بعد ما كنا خلاص بقى شطبنا حاجتنا احنا الاتنين. احنا مرينا بتجارب قبل كده فمش محتاجين اي حاجة يعني بهرجة، واتجوزت وعشت معاها اجمل ايام حياتي وعمري، رغم ان انا ما كنتش اعرفها، وبقيت افتكر واقارن بين دي ودي، وقول سبحان الله، البنت اللي كنت بحبها وبموت فيها وبعشقها كانت زلاني وقرفاني، وكل حاجة تروح تقولها لأمها من أول أسبوع جواز. هو أنت بتضغط على بنتي ليه؟ ما بالراحة عليها شوية. إنما البنت هبة دي كنت بتعامل معاها بطبيعتي وبقوتي وعادي، ولا عمرها قالت لحد حاجة، ولا عمري سمعت من حد حاجة. ولكن بعد فترة بدأت إن هي تتعب وترجع كده وترجع، وأنا كنت حاطت إيدي على قلبي وأقول يا رب يحصل، يا رب يحصل. بسأل إيه في إيه، لقيتها حامل. فرحت قوي ورحت معاها للدكتور، فالدكتور فهمني إن هي حامل، ولكن ظهرها خفيف شوية، يعني محتاجة راحة زيادة عن اللزوم. قلت لها اللي هي عايزاه يا دكتور، ويجيلها وهي نايمة في السرير، انا مش عايز منها اي حاجة ولا اخليها تتحرك من مكانها. وهي كانت يعني بتشوف ولادها تقريبا كل اسبوع او اسبوعين، فقلت لها معلش بقى الفترة دي مش هتقدري ان انت تشوفيهم، علشان يعني هيعوزوا خدمة وكده. قالت لي لا ما تقلقش، ماما هي اللي هتجيبهم، وماما هي اللي هتبقى بتخدمهم. انا كانت علاقتي بحماتي يعني مفيش علاقة اصلا، اللي انا بشوفها كده سلام عليكم وعليكم السلام. المهم ابتديت فعلا ان انا اراعيها، وامها كانت بتيجي يوم في الاسبوع بولادها تقضي معانا اليوم ومعاها، وكانت هي اللي بتخلي بالها منها، وكنت دايما ازعق لها لما الاقيها تتحرك من السرير، كنت بتعصب عليها كده، وكنت يعني هي كانت فاهماني قد ايه مدى اهمية الحمل ده عندي. كنت طاير من الفرحة، فكانت بتاخد حقن فيتامينات ومسكنات ومثبتات والحاجات